إسلام سعد ملك أزياء النجوم، مصاحب بيكا وكهربا ولابس بدلة كلها ألماظ، وبينافس محمد رمضان على نمبر 1. عنده أكبر مول في مصر والوطن العربي في عالم الأزياء، بيلبس بدلة مرصعة بالألماظ. دولة بنجلاديش لقبته بسفير النوايا الحسنة، وبيكسب أكتر من 20 مليون جنيه في الشهر. جاب لمراته وائل جسار عشان يغني لها في عيد ميلادها. إسلام سعد مصمم الأزياء اللي قالب السوشيال ميديا، وكله بيتكلم على البدلة اللي كان لابسها، ومحدش يعرف ايه اللي مر بيه في حياته عشان يلبس البدلة دي. عنده 30 سنة، ووالده ووالدته ماتوا وهو لسه طفل صغير، ولما لقى نفسه بطوله في الدنيا قرر ما يستسلمش ويكمل تعليمه. لما كان لسه في الإعدادية وعشان يعرف يصرف على نفسه بدأ يشتغل في محلات الملابس، ومن محل للتاني اكتشف موهبته في تصميم الملابس، وكان عنده ساعتها 13 سنة، وحط هدفه قدامه وفضل يحوش ويسعى. ولما وصل 18 سنة قدر ان هو يفتح أول محل ملابس ليه، وبدأ المحل يكبر مع سعيه واجتهاده، والمحل بقى 2 و3، والفلوس جريت في ايده زي الرز. وبدأت قصة حبه مع مصممة الأزياء إسراء خالد، وبرغم صغر سنهم اتقدم لها، وقرروا يعملوا مشروع مع بعض عشان يقدروا يتجوزوا. ولما نجح المشروع وكبر معاهم قدروا يحققوا اللي هم عاوزينه وزيادة، واتجوزها إسلام وخلف منها بنتهم مايا. وكانت إسراء واحدة من أكبر أسباب نجاحه، ووقفت جنبه لحد ما قدر يوصل لكل اللي وصله دلوقتي. بس إسراء كان عندها حلم نفسها إن هو يتحقق، وهو إن إسلام يعمل لها مفاجأة زي اللي عملها أحمد عز لدنيا سمير غانم في فيلم 365 يوم سعادة، ويجيب لها المطرب الكبير وائل جسار في عيد جوازهم. إسلام منسيش حلم مراته وفضل يسعى ويجتهد، وفي حفلة عيد جوازهم الثامن اللي اتشهرت على السوشيال ميديا عمل لها مفاجأة، وفعلا جاب لها وائل جسار، والحفلة دي كلفته ملايين كتير، وبدأوا الناس ينتقدوه عشان كمية الفلوس اللي صرفها في الحفلة دي، واعتبروا ان ده شيء مستفز جدا. بس نجاح إسلام وإسراء موقفش لحد هنا، وبدل ما كان عندهم محل واحد بقى عندهم سلسلة محلات كبيرة، بدأت من بني سويف ووصلت لحد القاهرة. والحمد لله وصل ده. انا اصلا من بني سويف، فبدات ببني سويف، ففتحت براند صغير، وبعد كده فتحت التاني والتالت والرابع والخامس، فتحت في المهندسين، وبعد كده فتحت في المول بقى، فتحت عندي مول في التجمع الخامس. بس بعد المحل اللي فتحه في المهندسين الحال اتغير 180 درجة، والمحل ده كان أكبر أسباب شهرة إسلام. وبدأ الموضوع معاه من أول ما بدأ لعيبة الكورة من الأهلي ومن الزمالك يلبسوا من عنده، ومن بعدها بدأ كل المشاهير في الوطن العربي في مجال السينما والسوشيال ميديا ومن كل المجالات يلبسوا من عنده، زي لاعب نادي الزمالك زيزو، والفنانة رانيا يوسف، وأحمد زاهر، ومحمد رجب، وحمادة هلال، وكمان محمد رمضان. ويعتبر أهم زبون عند إسلام هو لاعب الكرة العالمي محمد صلاح. وبعد محل المهندسين قدر إسلام إنه يفتح مول ضخم جدا في التجمع الخامس، عبارة عن قصر قدامه بحيرة صناعية، وتكلف افتتاح المول ملايين كتير. ودلوقتي ربنا كرمه وبقى أكبر مصمم أزياء وصاحب أكبر مول في عالم الأزياء في مصر والوطن العربي كله. وفي مرة من المرات ظهر إسلام مع عربيته اللي تعتبر أغلى عربية في مصر، وكمان ظهر بعديها وهو لابس بدلة مرصعة بالألماظ سعرها حوالي 20 مليون جنيه، وطبعا كانت للعرض مش للبيع. والبدلة دي بقت حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة، والناس كانوا كلهم بيسألوا هي البدلة دي ألماظ بجد ولا ده مجرد استعراض؟ بس طلع إسلام في واحد من اللقاءات وقال إنها مصنوعة فعلا من الألماظ الطبيعي. إسلام، هو فعلا البدلة مرصعة بالألماظ واتكلفت 20 مليون جنيه؟ فعلا كلفت 20 مليون جنيه. وكانت البدلة دي بالتعاون بينه وبين ملكة الذهب، ودولة بنجلاديش اختارته عشان يكون سفير للنوايا الحسنة فيها. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.